ناس كتير مننا بتعرف تشتغل على الريفت وبتعمل موديلنج كويس جدا وبتكون فاكره ان هو ده البيم. لكن في الحقيقه الموديلنج هو جزء بسيط جدا من عمليه البيم. اهلا وسهلا بيكم على قناه عدلي تيوب. معاكم جرجس عدلي، سينيور الكتريكال تكنيكال اوفيس انجينير. والنهارده هنبدا مع بعض البلاي ليست بتاعتنا واللي هنتكلم فيها عن البيم مانجمنت. واول نقطه عاوزين نتكلم عليها هي يعني ايه بيم. تعريف البيم لو انت دورت عليه على الانترنت هتلاقي مفيش مصطلح ثابت او تعريف ثابت خاص بالبيم. هتلاقي في عدة تعريفات وكل التعريفات هتلاقيها بتدور حوالين محور واحد. المحور أو النقطة اللي بتأكدها كل التعريفات اللي هتلاقيها على الإنترنت للبيم إن البيم مش عبارة عن سوفت وير، والبيم مش عبارة عن عملية موديلنج. تعالى بينا كده نقرا مع بعض التعريف الموجود قدامنا ده. Building Information Modeling اللي هي اختصارها كلمة بيم is a very broad term، يعني هي مصطلح شائع. That describes the process for specifying, creating and managing digital information about a built asset such as building, bridge, highway or tunnel. والحقيقه التعريف ده كده بيكشف لنا نقطتين مهمين. اول حاجه ان بيم او building information modeling هي عباره عن عمليه متعلقه بانشاء واداره المعلومات. يبقى دي النقطه الاساسيه اللي بتدور حواليها البيم، هي انشاء واداره المعلومات. النقطه الثانيه اللي اضافها لنا التعريف ده ان البيلدينج اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي في كلمه building information modeling مش مقصود بيها بيلدينج اللي هو مبنى سكني، لكن المقصود بيها اي مشروع من مشاريع الكونستراكشن، سواء كان مبنى سكني او كوبري او طريق سريع او نفق. ولو جينا كملنا مع بعض قرايه التعريف اللي قدامنا هتلاقيه بيقول لك fundamentally، يعني في الاساس the purpose of BIM is to ensure that appropriate information is created in a suitable format at the right time so that better decision can be made through the design, construction and operation of built asset. بمعنى ان الهدف الاساسي من عمليه البيم هو ضمان ان المعلومه المناسبه بيتم انتاجها بصيغه مناسبه في الوقت المناسب علشان تساعدنا اننا ناخد افضل قرار. كمان التعريف ده بيوضح لنا نقطه مهمه، هي ان عمليه البيم بتبدا معانا في مرحله التصميم وبتستمر معانا في مرحله الكونستراكشن وبتكمل معانا لحد مرحله الاوبريشن او التشغيل للمبنى. وفي الحقيقه تعريف البيم بالشكل ده بيخلينا نطرح عده تساؤلات، زي يا ترى ايه هي المعلومات المطلوبه؟ ومين اللي هيكون مسؤول عن تقديم المعلومات دي؟ والمعلومات دي هتتقدم امتى وهتتقدم ازاي؟ وايه صيغه المعلومات دي اللي هيتم تقديمها؟ ومين اللي هيكون ليه حق ان هو يوصل للمعلومات دي؟ ومين اللي هيكون ليه الحق ان هو يراجع على المعلومات المقدمه بحيث ان هو يديها ابروف او يطلب تعديلات عليها؟ ومن هنا ظهر احتياجنا للاكواد والستاندردز اللي بتنظم عمليه اداره المعلومات خلال فتره حياه المشروع في المشاريع اللي بتطبق تقنيه البيم او البيم بروسيس. واشهر الاكواد دي على الاطلاق هو الايزو 19650. في الحقيقه في عدد كبير من الاكواد اللي هي مسؤوله عن اداره المعلومات، لكن اشهرهم على الاطلاق هو الايزو 19650. ده اشهر كود هتسمع عنه وانت شغال في مجال البيم. وطبقا للايزو 19650 بقى عندنا في عدد من الدوكيمنت او الوثائق اللي بيكون مطلوب منك تقديمها كمهندس متخصص في مجال البيم او هتشارك في اعدادها على حسب دورك في المشروع. من ضمن الوثائق دي وزي ما ظهر قدامنا في الدياجرام الموجود حاليا الاو اي ار والبي اي ار والاي اي ار، وفي الوثيقه الاشهر واللي كلنا بنسمع عنها اللي هي البي اي بي اللي هي اختصار للبيم اكسكيوشن بلان. طبعا المصطلحات دي اختصار لايه ومين المسؤول عن اعدادها وبتتقدم في انهي مرحله في المشروع وكل وثيقه بتحتوي على ايه، ده اللي هيكون محور حديثنا في الحلقات القادمه ان شاء الله. لكن اللي احنا عاوزين نتكلم عليه دلوقتي هي ازاي بنقوم باعداد الوثائق دي. علشان تقوم باعداد الوثائق في طريقتين، الطريقه الاولى اللي هي باستخدام البرامج التقليديه زي الوورد والاكسل، ودي هتاخد منك وقت كبير في اعدادها. والطريقه الثانيه انك هتستخدم البلاتفورمز او المنصات اللي هي متخصصه في اعداد الوثائق دي، واللي اشهرهم على الاطلاق منصه بلانر. لما تدخل على منصه بلانر دي هتلاقي فيه تمبلت خاص بكل دوكيمنت من الدوكيمنتس اللي احنا اتكلمنا عليها، زي الاو اي ار والبي اي ار والاي اي ار ودوكيمنتس اخرى كتير زي ما انت شايف كده. والمميز كمان في منصه بلانرلي ان كل الدوكيومنتس دي تم اعداد التمبلتس الخاصه بيها بحيث تكون متوافقه مع الايزو 19650. المميز كمان في المنصه انها بتتيح التمبلتس دي بلغات مختلفه، يعني زي ما انت شايف كده التمبلتس دي كده اهي متاحه باللغه الانجليزيه. لو انت ضغطت على السهم ده بعدين دخلت على بلانرلي تمبلتس هتلاقي في لغات اخرى اهي موجوده من ضمنها اللغه العربيه لو انت حابب تعمل الدوكيومنتس بتاعتك باللغه العربيه. الاشتراك في المنصة بيكون مجانا، وكمان في اشتراك مدفوع لو انت حابب تحصل على مميزات اكتر من المميزات الموجودة في الاشتراك المجاني.
ان شاء الله في الحلقات القادمه هنشرح بالتفصيل ازاي تتعامل مع المنصه وازاي تقدر تعمل الدوكيومنتس اللي انت محتاجها باستخدام منصه بلانر دي. وعلشان تشترك في منصه بلانر دي هتلاقيني سايب لك الرابط الخاص بالاشتراك في الديسكريبشن الموجود اسفل الفيديو، وهتلاقيني سايبه لك كمان في اول كومنت اسفل الفيديو بتاعنا. هتضغط على اللينك الموجود هيفتح لك صفحه زي الصفحه دي، هتضغط على ستارت فري هيفتح لك الصفحه دي. هتيجي هنا تكتب اليوزر نيم بتاعك، بعدها هتكتب الايميل الخاص بيك، وهتيجي هنا تكتب الباسورد بتاعك. بعدها هتضغط على جوين فري. كده بقى عندك حساب على منصه بلانر. القائمه اللي ظاهره لك دي هتلاقيه بيشرح لك فيها الفيتشرز الموجوده في المنصه. ممكن طبعا تقراها، وزي ما قلت لك احنا هنشرح باذن الله المنصه بالتفصيل، وهنشرح كل الفيتشرز والامكانيات الموجوده فيها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، لكن تابعنا في الحلقات الجايه علشان تعرف معلومات اكتر عن منصه بلانر دي وعن البيم بروسيس. لو عجبك الفيديو بتاعنا النهارده ما تنساش تعمل له لايك وشير، واشترك في قناه عدل تيوب علشان يوصل لك كل الجديد في عالم الريفيت والبيم. بشكركم على متابعتكم، والى اللقاء.